ناس كتير فاكرة إن قيمة الشخص بتتحدد على أساس الحاجات اللي شاطر فيها، لكن لو تعمقنا في شخصية الإنسان هنلاقي إن قيمته الحقيقية بتتحدد من نوعية الأهداف اللي بيسعالها وبيحاول يحصل عليها. ما معنى الانضباط الذاتي؟ الانضباط الذاتي معناه إنك تظبط ميولك وسلوكك بإرادتك الشخصية، وممكن كمان تجبر نفسك على فعل حاجات لازم تتعمل بغض النظر عن موافقتك الداخلية عليها. وبكده فالانضباط الذاتي بيعبر عن درجة من درجات الإحساس بالمسؤولية، إن الشخص يعمل حاجة بتخالف ميوله، وبيعبر عن التزام أخلاقي لمبدأ معين أو لحاجة هتستفيد منها، أو بيعبر عن روح المخاطرة في طلب حاجة كبيرة هتنفعك في حياتك. والانضباط الذاتي دليل على إن عندك وعي، وكمان دليل على النجاح. أحيانا بيكون الهدف من الانضباط الذاتي هو إنك تلزم نفسك ببعض الأعمال اللي متعود تعملها يوميا بغض النظر عن حالتك المزاجية والنفسية اللي بتحس بيها أو الظروف اللي حواليك، زي مثلا لما تكوني حريصة إنك تعملي الروتين الليلي وتشيلي الميك اب وتنضفي بشرتك كويس جدا قبل النوم مهما كنتي مرهقة أو نعسانة أو الجو برد جدا. الانضباط الذاتي نوع من أنواع التوافق بين أفكارك ومعتقداتك ورؤيتك في الحياة وبين سلوكك ومواقفك، وبيتدخل كمان في ترتيب أولوياتك اليومية، فتقدم نشاط على نشاط وتنفذ عمل معين وتلغي حاجات. وكل ده في الحقيقة مظهر من مظاهر تنظيم حياتك، وإنك تحفظها من الفوضى والتهميش. وإحنا بنتكلم عن الانضباط الذاتي، في جزء من الناس مش هيفهموا الانضباط إلا إنه معاقبة لنفسهم وتقييدها، أو هيفتكروه نوع من الجمود ونقص المرونة والحرفية، لكن كل ده أبعد ما يكون عن الحقيقة. فالانضباط معنى مكمل للحرية، وده بيبقى واضح في تعاملنا مع إشارات المرور، لأننا بنمشي في أمان لما تكون الإشارة خضراء، ومفيش معنى للون الأخضر لو ما كانش فيه لون أحمر. لما بنمشي في مدينة زحمة ما فيهاش إشارات مرور بنحس بالحرمان من المشي في أمان، ونتمنى لو في إشارات مرور علشان تنظم حركة العربيات اللي بتعمل فوضى. لما بتجبر نفسك على فعل واجباتك والتزاماتك في أول اليوم هتحس بالراحة بالليل، لأنك هتلاقي وقت لأهلك وصحابك وتقدر تعمل الحاجات اللي بتحبها من غير ما تحس بالتقصير والإهمال. ببساطة بتقسم يومك ما بين الانضباط لإنجاز التزاماتك والحرية في وقت فراغك بعد ما تعمل اللي عليك. عايزين نركز أكتر على أهمية الانضباط الذاتي. أداء ونجاح المهمات اللي عليك بيحتاج حاجتين أساسيتين: الإرادة والقدرة. والتحديات اللي بتواجه معظم الناس مش بتتعلق بالقدرة إنما بالإرادة، لأن توفر العزيمة بيساعد كتير في الحصول على الإمكانيات والأدوات المطلوبة للإنجاز. لكن لو ما كانش فيه نية ولا إرادة فكل الطاقات والإمكانيات مش بتبقى موجودة. فالنية والإرادة هما البداية، وبعدهم بيجي دور القدرة والخطط. في حياتنا اليومية بنواجه كتير من التحديات والصعوبات، ومواجهتها وتحديها مش بيكون من خلال الأفكار الكويسة اللي في دماغك، لكن لازم يكون عندك حماس علشان تقدر تستمر في بذل الجهد. والانضباط الذاتي هيخليك ثابت في مواجهة الكسل والتأجيل والمماطلة اللي هم ألد أعداء النجاح. والمفروض نكون عارفين نفرق ما بين المعتقدات والمبادئ والفرعيات. رقم 1: المعتقدات، وهي طريقة نظرتك لعدد من الأمور بما فيهم نظرتك لنفسك. بعض الناس بيعتقدوا إن إمكانياتهم ومواهبهم بتبقى ضدهم، علشان كده بيعتقدوا إنهم ما ينفعش يكونوا أوائل ولا مديرين ناجحين ولا حتى أبطال في لعبة من الألعاب. في الحالة دي الشخص بيرضى إنه يكون شخص عادي يكفيه الحد الأدنى من كل حاجة، والانضباط الشخصي بالنسبة له ملوش معنى. منها كمان نظرتنا للأسباب. بعض الناس بيفتكروا إنهم لو بقوا أغنياء هيبقوا سعداء، أو لو دخنوا هيحسوا بالراحة، وبعضهم بيعتقدوا إنهم مش هيكونوا ممتازين لأنهم متخرجوش من كليات قمة، وهكذا. فنظرتك للماضي والواقع والمستقبل دايما محتاجة إنك تدقق فيها وتراجعها، لأنها بتأثر بالإيجاب أو بالسلب على تقييمك وسيطرتك على نفسك. رقم 2: الهدف الأسمى. مهم جدا يكون هدفك الأول هو القرب من ربنا، ومن بعده متعة الجسد وسلامته والنجاح في الأعمال وتكوين الثروات. رقم 3: التعلم من الأخطاء.
واحنا ماشيين في طريق إنجاز أعمالنا بنجتهد كتير، وكل مجتهد معرض للخطأ لأننا كتير بنخضع لأهوائنا ورغباتنا، وفي الحالات دي بيكون الانضباط الذاتي مهدد أو معدوم. فمحتاجين نتعلم من أخطائنا علشان نتجنب تكرارها مرة تانية. رقم 4، التقييم الدوري، لأن الانضباط الذاتي هو مشروع مستمر، الهدف منه إنك تستثمر الوقت والجهد وكل الإمكانيات المتاحة بأفضل طريقة. فمحتاج تفرض على نفسك نوع من أنواع الرقابة ومراجعة أعمالك في نهاية كل أسبوع أو كل شهر. التقييم حاجة مهمة جدا علشان تقدر تحافظ على جودة أدائك واهتمامك بالإنجاز. ومن ضمن الأساليب أو الطرق اللي هتساعدك على الانضباط الذاتي، رقم 1، مواجهة الإحباط. معظمنا بيمر بحالة من الإحباط لأسباب كتير، منها قلة الفرص أو كثرة تكاليف الحياة المادية والوضع العام السيء. حاول ما تسمعش وما تتابعش الأخبار السيئة، حول ذهنك وتفكيرك عن حالات الفشل اللي عديت بيها واسمع لقصص الناجحين. ارفع معنوياتك من خلال إنك تتخيل مستقبلك ناجح وزي ما انت عايز. رقم 2، العمل عند تلاشي الحماس. في العادي إن معظم الناس بتندفع عند بداية الأعمال والمشروعات بالحماسة والشغف، بتبقى فرحة الانتقال من النظري للعملي وفرحة اكتشاف قدرتهم الشخصية على الإنجاز. لكن من المعتاد كمان إن الحماس ينطفي مع الأيام لما تحس بطول الطريق، وده بيخلي أداء كتير من الناس يتراجع. وهنا بتيجي دور القناعة العميقة بأهمية العمل وضرورة الاستمرار فيه. لما تحس بملل فكر في آلام الفشل اللي هتحس بيها لو وقفت وتراجعت. رقم 3، الشجاعة في إنك تقول كلمة لأ. من الشجاعة إنك تقول لأ في بعض الأوقات، لأن المجاملة للأصحاب أو القرايب بتخليك تقول نعم لأمور مش مقتنع بيها وهتضيع وقتك. رقم 4، استثمار الوقت بكفاءة. بص للوقت على إنه شيء بيتم استهلاكه ساعة وجوده، فما تقدرش تخزنه ولا تشتريه ولا تعوضه. راقب تصرفاتك خلال اليوم، حاول تفهم المشكلة اللي بتضيع وقتك فين. مفيش شك إن أساس الانضباط هو تعود الشخص على عادات جديدة والتخلي عن عادات سيئة. ومفيش شك كمان إن أصعب وأهم معركة بيخوضها الواحد مننا في حياته هي المعركة اللي بيغير فيها حاجة من سلوكه اليومي. صعوبتها بتكون إن الشخص بيحارب ضد نفسه وهو نفسه جنودها وأسلحتها، فبيحس إن المعركة ما فيهاش منتصر ولا مهزوم، وده اللي بيخليك تحس إن المعركة ملهاش مبرر أصلا. ودي أصعب حاجة في الموضوع. معركة العادات بتمر ب3 مشاعر ثابتة. أولهم إحساسك إن في نموذج أحلى عايز توصله بنفسك، والتانية إحساسك بأن وضعك دلوقتي مش هو النموذج المناسب اللي انت عايزه، وتالت حاجة إحساسك بأن عندك إمكانية كبيرة توصلك للي انت عايزه. ومهمتك في معركة العادات هي إنك تكتر من العادات الكويسة وتقلل على قد ما تقدر من العادات السيئة. فأولا، التخلص من عادة سيئة. مبدئيا لازم تفهم أسباب العادة، فالبعض ممكن يلجأ للتدخين لو سمع خبر وحش. افهم كويس ايه هي الظروف اللي بتخليك تلجأ للعادة السيئة. تاني حاجة، اكتشف الأفكار السلبية. أحيانا مش بنفكر نتخلص من العادة السيئة بسبب إحساسنا باليأس وإننا مستحيل هنقدر نتخلص منها. تالت حاجة، ابدأ بخطوات صغيرة. التخلص من أي فعل متعودين نعمله كل يوم لازم يجي بالتدريج، ففي البداية ما تعملش لنفسك نظام دقيق وصارم يصعب عليك المشوار. رابع حاجة، استخدم الثواب والعقاب. الثواب مفيد، فلو عدى يوم كامل وما عملتش الفعل السيء كافئ نفسك. ثانيا، وبعد ما تخلصنا من العادات السيئة هنبدأ نكتسب العادات الكويسة. علشان تكتسب عادة جديدة لازم أولا ترفع سقف طموحاتك، ما ترضاش بالواقع الشخصي لأن ده أساس الكسل. تاني حاجة، اكسر الرتابة. قوم واتحرك تجاه أهدافك. اعمل كل يوم 2 أو 3 من اللي متأخرين عليك. ساعتها هتحس بالإنجاز وإن إرادتك بقت أقوى وهتسيب حالة الاستسلام. رقم 3، استعين بالأصدقاء. الإنسان اجتماعي بطبعه، لقاؤه بالناس بيكون ممتع بالنسبة له، فخلي ده يكون مرتبط باكتساب عادة جديدة، لأنك هتلاقي ناس كتير بتشاركك نفس الاهتمامات، فالموضوع هيكون ممتع ومضمون.
رقم 4، قرب من الأشخاص الإيجابيين. عندنا أشخاص جميلة بتبتسم في كل الظروف، منفتحين على الحياة، بيشوفوا الفرص والإيجابيات، بيشجعوا اللي حواليهم، وصحبتهم مصدر للطاقة الإيجابية. لكن في صنف تاني من الناس دايما عايشين في حالة من اليأس والإحباط، بيشوفوا كل حاجة غامقة ومضلمة، بيعتقدوا إننا خلاص وصلنا لنهاية العالم ومفيش فايدة من التغيير والتعب. بيعتقدوا كمان إن العالم بيتلعب بيهم وخلاص مفيش قدامهم إلا الاستسلام. فواجب عليك تبعد عن الناس دي، لأن عدوة الروح زيها زي عدوة الجسد بالظبط. في النهاية حابة أأكد على نقطة إنك ما تحرمش نفسك من لحظات الترفيه عن النفس. ما تشتغلش في أيام الأجازات، لأنك دايما بتحتاج تشحن طاقتك، لأن الطريق طويل والإنسان بطبعه ملول، وأساس الانضباط هو الاستمرارية. وبس كده، أشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.